عبد الحليم بيحارب المواهب الجديده. عبد الحليم اول ما يطلع نجم بيطفيه. عبد الحليم خايف العرش الغنى بتاعه يتهز. ازاي حد يقدر ياخد مكان عبد الحليم؟ ابدا، لان عبد الحليم بيشوط كل اللي بياخد مكانه ومش بيدي الفرصه حد ابدا انه ينجح. هو كده عبد الحليم شديد. تعالوا نشوف اعز الناس شده عبد الحليم والكلام اللي بيقولوه على عبد الحليم. اهلا بيكم في قناه اعز الناس، لكل الناس ولكل محب الزمن الجميل ولكل الفنانين الجمال في الزمن الجميل. عبد الحليم مطرب كل الاجيال، الاسطوره الباقيه لحد دلوقتي، اتهموه ابشع تهمه ممكن حد يتهم بيها. اتهموه مره انه بيتمرد، ودي قلت عليها طبعا، دي تهمه بطلت بوفاته وبعملياته وبكل المراحل اللي مر بيها في حياته، ان هو بيتمرد ومش مريض. التهمه بقى الثانيه انه بيحارب المواهب الجديده. عبد الحليم مش عايز حد يتربى على عرش غناء غيره. وبقى ايه، خدوا عندكم كلام كتيره جدا، حارب فلان وفلان وفلان واسامي كتيره. طب لو هم كلامهم حقيقي، امال ازاي ظهر ماهر العطار وازاي كان موجود محرم فؤاد؟ وليه لما مات عبد الحليم محدش ظهر فيهم كده وبقى نجم؟ ليه؟ الغريب هنا ان هم كلهم بيتجنوا عليه في الموضوع ده. والغريب الاكتر انه عبد الحليم اصلا نفسه ظهر وسط عمالقه، يعني مش محتاج ان هو يعني يخلي حد ما يطلعش في وجوده عشان خايف على نفسه. ده طلع وسط ام كلثوم وعبد الوهاب وفريد الاطرش ومحمد فوزي وعبد المطلب، والناس دي كلها كانت بتغني وقت ما هو طلع. اتهموه انه في مطرب هز عرش عبد الحليم، ولما المطرب ده هز عرش عبد الحليم خاف جدا منه وبدا يحاربه. مين بقى المطرب ده؟ المطرب ده اسمه كمال حسني. المطرب ده فعلا صوته حلو جدا ويمكن قريب الشبه من صوت عبد الحليم، لكن بدا وهو اصلا كان بيحب الغنى من وهو صغير. غالي عليا غالي علي، بس ما اجتهدش يعني ان هو يخش معهد الموسيقى والكلام ده، لان والده كان رافض كده. فدخل كليه التجاره واشتغل في بنك، وهو اثناء ما هو في البنك كان يقعد يدندن ويغني، واصحابه قالوا له انت ازاي يعني صوتك الحلو ده وما تغنيش؟ روح قدم حتى في ركن الهواه. راح فعلا وسمع كلامهم وقدم في ركن الهواه وقبلوه ونجح، وقال له بس انت تعالى بقى ايه، غني، ده انت صوتك حلو قوي. وناس كتير قالت له بس احنا هنعمل بيك نمره نضرب بيها عبد الحليم، تنافس يعني. المهم هو بدأ فعلا يغني، واول ما غنى خلوه يغني في الاذاعه اغنيه توبه، وقالوا للناس فرقوا كده بين الصوت ده وصوت عبد الحليم، ده مش صوت عبد الحليم. فعلا نبرات صوته في اغنيه توبه كانت زي صوت عبد الحليم بالظبط. بعد ما فيلم وخدته ماري كوين في فيلم مع شاديه اسمه ربيع الحب، وكان فيه دويتو بيغني فيه هو وشاديه، وكان صوته حلو جدا. بس يعني انا مش طبعا هتقول بقى ان انا بطبل لعبد الحليم عشان انا بحب عبد الحليم. هو صوته حلو بس قبول في التمثيل ما حسيته كده يعني بيمثل، فاهمين؟ مش خاطف الكاميرا، مش خاطف، ما عندوش جاذبيه يعني. قلبي واديت لك مفتاح، راح تقدر على حبي ودموع افراح. مش عارفه ده قبول في الكاميرا، يعني هو راجل كويس وحلو كل حاجه وصوته حلو، بس كقبول في الكاميرا هو مش جذاب للكاميرا الحقيقه يعني. عمل الفيلم ده، بيقولوا كمان ان هو ما عملش افلام تانية. وبدات بقى الصحف بعد ظهور اول فيلم لكمال حسني يقولوا بقى ان عبد الحليم اتهز عرشه، مطرب يهز عرش عبد الحليم، المطرب كمال حسني. وكان بقى ينقلوا اخبار لعبد الحليم ان المطرب ده بيتكلم عليه ويقول ان انا احسن منك، وينقلوا كلام لكمال حسني يقولوا ان عبد الحليم بيقول ان هو مش هيسيبك ابدا تنجح ولا هيسكت لك. ومن هنا لهنا اصبح في فجوه بين عبد الحليم وكمال حسني ده، اللي هو ما شافوش ابدا ولا يعني ما يعرفوش معرفه شخصيه ولا اي حاجه، ولا عبد الحليم كان بيرد ولا كان بيتكلم. بالعكس، عبد الحليم كان لما بيطلع لون جديد بيحاول ان هو يجدد. عارفين زي ايه؟ زي عمرو دياب دلوقتي. يعني عمرو دياب متجدد متالق، بيحسوا ان هو مطرب الشباب. عبد الحليم برضو كان دايما لما يظهر لون جديد كان يحب ان هو يجرب نفسه عليه. زي مثلا لما طلع محمد رشدي عمل عبد الحليم اغاني شعبي بس بطريقته برضو، يعني مش بنفس اسلوب ولا طريقه محمد رشدي، رغم ان ممكن الملحنين اللي لحنوا محمد رشدي هم اللي بيلحنوا لعبد الحليم، ولكن برضو زي على مثلا زي اغنيه على كل ما اقول التوبه او على حسب وداد قلبي يا ابوي، كل دي اغاني تعتبر شعبيه لعبد الحليم بس برضو فيها الطابع الحليمي، مش شعبيه زي محمد رشدي ولا زي عدويه. لكل واحد لون، يعني اللون بتاع عبد الحليم كان طاغي على اغانيه اللي هي الشعبيه دي. المهم كمال حسني اتضايق من الحاجات دي، وهو كان ركن هواه ومش دارس ومش واخد الموضوع غير بس بحب، عايز يعمل حاجه بيحبها. لا، الموضوع اكبر من انه حب، الموضوع بقى فيه تنافس وغيره وكلام مش حقيقي. فلما عبد الحليم راح لندن عمل عمليه وتعب ورجع، راح كمال حسني قال هقطع الشك باليقين وهزور عبد الحليم في بيته وهعرف الراجل ده عن قرب، انا ما شفتهوش. راح فعلا زار عبد الحليم في بيته، وعبد الحليم استقبله بالترحاب والحفاوه وفرح بيه جدا جدا. بقى مستغرب الراجل ده اللي بيقولوا لي عليه حاجات، لقيت الناس
كمال حسني بيقول كده، لقيت الناس اللي هي بتتكلم عن عبد الحليم وحش وتعمل بيني وبينه فتنه قاعدين عنده في البيت، شويه ناس منافقه، طبعا مش كلهم، بعض منهم هو شافهم عند عبد الحليم، فعرف ان الناس دي كلها غاويه سبق صحفي، غاويين يعملوا بس حاجات ويشتهروا على حساب فنانين كويسين بيحبوا بعض ومفيش بينهم المنافسه موجوده، لكن المنافسه تكون شريفه، مش منافسه ان انا همشيك بقى وهخليك عمرك ما تعرف تغني تاني والكلام ده. ما حبش الفن، ما حبش الاسلوب الفني ده، ما حبش جو ان هو يروح بقى يعمل افلام ويطلع كل شويه مسرح والكلام ده كله، واختصر ورجع البنك بتاعه تاني، قعد شويه برده فيه وبرده ما حبش انه يكمل في البنك وراح سافر لندن. سافر بقى كمال حسني لندن وقعد بقيت حياته هناك، عمل مشاريعه هنا، لكن برضه رجع مصر، قعد في مصر لحد ما توفاه الله سنة 2005. طب لو هو عبد الحليم بيرع، خلينا يعني نقول ان عبد الحليم بيحاربه. طب لو عبد الحليم بيحاربه وهو صوته حلو، ليه موهبته ما فرضتش نفسها على الساحه؟ ليه ما تبناهوش حد وقال له تعالى مالكش دعوه بعبد الحليم وانا هنتج لك واعمل لك؟ ليه ده ما حصلش؟ عشان هو نفسه ما عندوش رغبه. هو لو عنده رغبه انه يكمل كان هيكمل، بالدليل ان عبد الحليم لما مات ما طلعش برضه، ما قالش انا هغني وانا على الساحه. محرم فؤاد لما سالوه قالوا له انت الشمعه الباقيه بعد عبد الحليم، قال لهم عبد الحليم خد شمعته معاه، كل مطرب ليه لونه، ليه جو، ليه جمهوره، ليه حبايبه، محدش يقدر يحارب موهبه موجوده ابدا، لان الموهبه هي اللي بتفرض نفسها، زي ما عبد الحليم فرض نفسه على الساحه، زي ما ظهر الشباب في عهد عبد الحليم، ظهر رمات عبد الحليم، ظهر هاني شاكر، كل دول ظهروا وعبد الحليم موجود. وده موضوعي ان شاء الله الحلقه الجايه، عماد عبد الحليم اللي اتبناه عبد الحليم، وكمان دليل كبير على ان عبد الحليم بيتبنى مواهب شابه، وقابل هاني شاكر واثنى عليه، وهاني شاكر بيحبه جدا، يعني كل لقاء هاني شاكر بيقول احلى حاجه حصلت لي في حياتي اني قابلت عبد الحليم. فاستحاله عبد الحليم يكون بيحارب المواهب الشابه، واستحاله ان في مطرب يجي يهز او يهدد كانت عبد الحليم في قلوبنا ولا مكانته في الغنى، لان كل واحد لازم يثبت نفسه باللون بتاعه. اذا حد قلد حد ما بينجحش خالص، لازم كل واحد يكون ليه اللون بتاعه عشان ينجح. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ما تكونوش نسيتوا تعملوا لايك واشتراك في القناه، وان شاء الله الفيديوهات الجايه علشان في ناس طالبه حاجات كتيره جدا انا بجهز فيها، لان الفيديوهات دي بتنزل بكون انا عاملاها، يعني اوريدي انا عاملاها، فما ينفعش ان انا اقدم فيديو عن فيديو، فانا بكتب كل الحاجات اللي انتوا عاوزينها بالتدريج كده، بعمل على قد ما اقدر اللي انتوا عاوزينه، خاصه بيت عبد الحليم عشان مطلوب ان انا اعمل فيديو عن بيت عبد الحليم، وده ان شاء الله برضو في الفيديوهات الجايه هعملها، انا مش ناسيها. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى ان انتوا دايما تتابعوا قناه اعز الناس.